السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ولقاكم الفيديو في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم راح نشارك معكم روتين خفيف ظريف كيفاش نظمت توابل تمعي وشنو هما التوابل اللي شريتهم لشهر رمضان. راح نشارككم كلش بالتفصيل. قبل ما نبداو الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. خياتي ما تنساوش دعموني بجيم، بارطاجيو الفيديو، واذا عجبتكم القناه خلوا الجرس واشتركوا فيها حتى توصلكم كامل الوصفات السهله والاقتصاديه. وانا خياتي بديت بهذه العلب البلاستيكيه اللي شريت 25,000 للوحده، شريتها خاصه بالفارينه وكل انواع السميد. انا شريت فقط 3 علب، يعني هذو اللي كانوا خاصيني. وهنا خياتي قبل ما تبداو تشروا باش تنظموا لي بلاكار تاعكم، اول حاجه لازم ترتبوا قبل وتشوفوا واش خصكم واش ما خصكمش. يعني ان هذو كانوا خاصيني باش يبانوا مرتبين وجد عمليين، يعني الثمن تاعهم جد معقول ويرفدوا كميه لا باس بها. انا خياتي فرغت سميد، درت له المغرف الخاصه به، يعني يبقى دايما داخل العلبه هذه كي نبغي نخدم به، يعني نستعملها فقط هي. هنا غطيتها. من جهه اخرى جبت الفارينه اللي كنت نستعملها يعني مصاشي، فرغتها. انا دائما شريت 10 كيلو كيس سميد كيل فارينه، نخير نوعيه جيده، يعني غير ما تخلص لي نروح نشري ديريكتومون تاع 10 كيلو. وهنا كذلك الفارينه درت لها الملعقه تاعها ديجا كانت فيها من قبل، راح نغطيها. وهكذا راني نظمتها بطريقه جد سهله، وكي نبغي نستعملها يعني راهي واجده معايا. كذلك هنا استعملت سميد الخشن، راح كذلك درته في علبه، غدرت له الملعقه تاعو وغطيته، وهكذا ستفتهم في البلاكار تاعي كما راه واضح معكم في الفيديو. يجوا بزاف شابين ومرتبين. انا خياتي دائما ما قبل ما نشري التوابل ولا القضيان الشهري، اول حاجه راح نرتب قبل، نشوف الحاجه اللي خاصتني والحاجه اللي نحتاجها دائما. وكما تعرفوا القضيان تاع شهر رمضان يختلف تماما على القضيان الشهري، ولا القضيان يعني المأكولات اللي ناكلوها بشكل يومي يختلف تماما على شهر رمضان. اول حاجه انا خياتي جبت باكي من الكيس بلاستيكي هذا، ولا كيس اللي نديروا فيه المجمد. هنا راح نفرغ كامل العلب الزجاجيه اللي نستعملها بشكل يومي، يعني راح نفرغ كامل ونشوف الحاجه اللي خاصتني والحاجه اللي لازم نزيد نشريها، والحاجه اللي عندي اكيد راح نكتبها في ورقه باش نتاكد باللي هذه صاي ما نشريهاش. يعني حطوا ورقه وستيلو قدامكم، كتبوا قائمه المشتريات، والقائمه اللي عندكم شوفوا اذا تزيدوا منها ولا سيبوا تكفيكم، يعني باش ما تغلطوش روحتكم كي تقضوا، هكذا تعرفوا واش تقضيو. انا خياتي درت كلش في الاكياس البلاستيكيه. اما التوابل كل كيس قسمته على 2. انا دائما نستعمل الغساله، وكنت شاركت فيديو من قبل على طريقتها وكيفاش تنظف. راح نحطهم مباشره، نديرهم طريقه الغسل اللي تكون بالماء سخون باش نحيو كامل هذوك التوابل ويبقاو يلمعوا. انا خياتي راح نغلق عليها ونخليهم حتى ينشفوا تماما، وهكذا انا مغدوه من ذاك نخرج نقضي كامل واش خصني. وانا خياتي بالنسبه للعلب تاعي الزجاجيه راح نشفوهم تماما هكذا باش ما يتنداوش كي نديروا فيهم التوابل. بالنسبه للتوابل انا شريت دائما من سيدي مولاي اللي راهو في مدينه سنتر، اللي راهي في سيدي بلعباس، كاين في وهران وكاين عده ولايات. الله ما اظن يعني خياتي مانيش متاكده، لكن على بالي بلي كاين في وهران وكاين يعني عندنا هنا في سيدي بلعباس، في الجهات الاخرى الله اعلم. لهذا خياتي انا شريت التوابل اللي نستعملهم بكثره في رمضان، يعني ما كاش ني زياده ني نقصان. الحاجه الاولى راح نبدا بها العكري الحلو، يعني فلفل حلو ولا فلفل احمر اللي دائما نستخدمه في الاطباق اللي تكون الحمراء تاع المرقه تاعها عفوا حمراء. هنا شريت قيس 30,000، يعني انا هذا نستعمله بزاف في فوق طاوله العمل ولا فوق البوطاجي. راح نخلي التوابل اللي نستعملهم بشكل يومي. اما التوابل اللي نستعملهم في بعض الاطباق راح نخبيهم يعني في ليزيطاجير. انا خياتي بعد ما كملت عمرتها راح نغطيها ونغلق عليها، ودائما نستعمل هذا اللمبوط ولا هذا الانبوب هذا اللي ما يوسخليش العلبه الزجاجيه تاعي وتبقى نظيفه. انا عندي الزنجبيل كذلك، هنا نورمالمون راهي 35,000. شوفوا هنا خياتي انا الزنجبيل نستعمله في كل الاطباق لانه صحي، وكذلك يسهل عمليه الهضم، لانه انا نخير نوعيه جيده ونستعمله في كامل الاطباق يعني بدون استثناء. انا خياتي كذلك راح ندير الملعقه تاعها ونغطيه. من جهه اخرى عندي التوابل العاديه، كاين توابل عاديه وكاين الاطباق اللي عندهم توابل خاصه بهم. انا دائما نستعمل التوابل العاديه بشكل عادي، ودوك نوري لكم التوابل الاخرى اللي نستعملها في عده اطباق.
هنا خياتي كذلك نفس الطريقة. وانتم خياتي إذا شريتوا التوابل شاركونا في التعليقات عفوا. وإذا مازال ما شريتوا راح تدوا فكرة إن شاء الله وتكون عجبتكم فيديو تاع اليوم. وإذا حبيتوا كيفاش درت لهم طريقة التنظيم وكيفاش رتبتهم في البلاكار خلوا لي في التعليقات هكذا باش نستفادوا كامل. وان شاء الله تعجبكم اليوم الطريقه تاعي اللي راح نبارطاجيها معاكم. انا خياتي هذه التوابل عاديه شريت كذلك 30,000. كذلك ندير لها الملعقه الخاصه بها ونغطيها. هنا من الافضل كل وحده والملعقه تاعها هكذا باش تجيكم الطريقه جد سهله. والفلفل الاسود اللي ما نستغناوش عليه في الاكل تاعنا، يعني دائما مكون اساسي وحاضر في في الطياب تاعنا. هنا كان عندي شويه من قبل لهذا راني خلطتهم. شوفوا هذاك الجديد راه باين والثاني راه مرحي في الخشن لذلك عنده اللون هذاك القاتم. بالنسبه للتوابل اللي ما نستعملهمش بشكل اليومي كما قلت لكم راح نخبيهم في لي زيتاجير. وعندنا هنايا هذو التوابل الخاصه بالدجاج. شوفوا خياتي انا طريقتي بكل صراحه كي نجي نطيب حاجه تاع الدجاج يعني ندير التوابل العاديه حوالي ملعقه صغيره وندير معاهم التوابل الخاصه بالدجاج، يعني ما نخليهمش سبيسيال ليهم. وحتى هذو التوابل الخاصه بالدجاج نستعملهم في لاماريناد، نستعملهم في البيشاميل باش يمدوا لي هذيك النكهه تاع الدجاج، ونستعملهم حتى كي ندير هكذا عقده ولا ندير فيها حشو تاع بوراك. وانا خياتي عندنا هذه التوابل تاع البيضه لي صوص بلونش اللي كيما المثوم ولا نديروا فيها رشته، يعني كل ما هي الاطباق اللي فيها لا صوص بلونش يعني الصلصه البيضاء نستعمل فيها التوابل هذو. وهذه التوابل الخاصه باللحوم كذلك كي نديروا شطح اللحم ولا المثوم ولا حاجه طيبه باللحم تكون عاقده ندير لها ملعقه صغيره من التوابل الخاصه بها. اما التوابل الخاصه بالحريره ولا الشربه انا نستعمل التوابل العاديه. اذا كنت طيبت الشربه باللحم ندير لها توابل اللحم، واذا كنت طيبت الشربه بالدجاج ندير لها توابل الدجاج. اخياتي عندي كميه من الزعتر اللي نستعملوها في لي مارينات خاصه، وعندي الرند كذلك ملحي. الرند كذلك كما يكونش متوفر تاع الاوراق اللي مازال ما شريته، يعني راه من ضمن مشتريات مع الفريك واللحوم والدجاج، لهذا يعني مازال ما بارطاجيته معكم. وكذلك نستعمله في طريقه لا ماريناد ولا بعض الاطباق كما يكونش متوفر عندي. وانا خياتي هذو هما بالنسبه للتوابل اللي نستعملهم بشكل يومي. عندنا فلفل اسود، التوابل العاديه اللي نستعملهم الزنجبيل والفلفل العكري. خياتي عندي العلب هذو اللي شريتهم بشكل فردي، هما يتباعوا في السيبور تاعهم، يعني يجوا 6، كاين اللي يجوا 4، كاين اللي يجوا 8، ويجي السيبور تاعهم تاع الخشب وهما تاع بلاستيك. هادو خياتي انا راح نديرهم يعني في لي زيتاجير، يعني ماشي نستعملهم بشكل يومي. بالنسبه للكركم للكرويه للكمون يعني خليتهم في العلب زجاجيه الكبيره، لكن يعني اللي نستعملهم على شكل رشات، يعني ما نستعملش كميه كبيره منهم، نديرهم في العلب هذو. يعني كي نبغي نستعمل هكذا رشه خفيفه فقط يساعدوني. هنا درت خليط بين السانوج والجلجلان كي نستعملهم في المملحات ولا تزيين الخبز، ولا حتى نديروه يعني داخل العجينه تاع الخبز. الكرويه كذلك كما تعرفوا ما نستعملوش بكميه كبيره. عندك ثاني كيما الرند مطحون، عندي هذو الحبيبات تاع الملونه اللي نستعملوه في حلوه الطابع، السانوج، الجلجلان، يعني وزعتهم كامل على الشكل هذا هكذا باش كي نبغي نستعملهم يجوني سهلين. وانا شوفوا خياتي عندي هنايا الكمون والكرويه يعني كميه لبس بها لهذا ما زدتش شريت، وعندي القرفه عود. هذو هما التوابل اللي دائما نستعملهم. اذا حبيتوا ديروا كاضافه توابل الجبن اللي يمدوا بزاف بنا، صوص فورماج ولا البيشاميل. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو تاع اليوم. سلام.